داخل الحرم. نحن داخل الحرم المكي أو المدني الشريف. أستاذ خالد، ما شعورك وأنت داخل المسجد النبوي الشريف، حيث تجد الراحة والطمأنينة؟ أوصف لي شعورك. قلت أنت خلاص يعني. أوصف لي الراحة والطمأنينة. هو شعور هذا يعني، ما في غير الشعور ده. راحة وطمأنينة وراحة نفسية، بالذات لما يكون واحد يعني زي صالح زقلي. هذا الكلام طالع من عيال المدينة. طالع من قلبك ولا بس كلام وكلام يعني؟ كيف طالع من قلبي يعني؟ قلت طالع من فين يعني؟ أحول السؤال لأستاذ إبراهيم سياف. نعم. أنا شايفك مبتسم ومبسوط، وأول مرة أشوفك بالحالة هذه يعني. طبعا انت عارف الواحد لما يجي للحرم النبوي الشريف يكون باله مرتاح. علي صوتك بالله، علي صوتك. وطل في الكاميرا بعدين. كمل. عفوا المقاطعة أستاذ إبراهيم. زي ما قلت لك الحرم النبوي الواحد لما يجي هنا في الكاميرا يرتاح البال ونفسيته تكون كويسة وينسى هموم الدنيا. يا سلام. يعني ما اقدر اوصل لك الشعور اللي انا فيه دحين، وانا احسدك على الشعور ده صراحه يعني. تدي شويه قاعد يحسدك. الحمد لله شعور. الحمد لله. احول السؤال للاستاذ صالح ولد المدينه. طبعا ما يعني ما يحتاج اني اساله السؤال هذا، بحكم انه هو مجرب الاجواء دي وعارف. استاذ صالح، كيف حالك؟ طيب ان شاء الله طيب. بشرني عنك. انا بخير. وصراحه انت وحشتنا وانت طمنا عنك اكثر كمان. طمنا عنك. انا بخير. الاجواء يعني هنا في المدينه بس ما شاء الله يعني الاجواء عندكم ما شاء الله اجواء مره حلوه اجواء يعني روحانيه. نعم الاجواء عندنا ما شاء الله. حدثنا عن الاجواء. دائما الروحانيه عندنا. ايوه. ليش اقول لك اكثر من كذا؟ بس طيب شايفك مالك مستحي كذا لا بالعكس، انا مستحي. بالعكس انا واحد يجي دائما المدينه المنوره الحرم. انت تنصحنا يعني تنصحنا انه نجي دائما وكذا. ايوه. وكيف عندكم الاجواء هناك؟ الاجواء جدة صراحه يعني جدة غير يعني مهما كان، بس برضه صراحه جدة غير ايش؟ كمل. طبعا جدة غير ما يحتاج. ايوه. من ناحيه بكره ما تلفون رجعنا خلاص قفل. خلاص اتخرج انا. قفل. وش انت بالخط؟ قفل. موسى الكو لو سمحت. موسى الكو ولا علي ولا مين ما احنا عارفين. المهم وجه لي سؤال. ادينا الزبدة. يلا ادينا كلمة أخيرة مرموصة. والله الصراحة أستاذ خالد الكلام كثير واللسان عاجز عن الكلام صراحة، وأنا عن نفسي أتكلم صراحة. أنا حاس براحة بال وقلبي مرتاح وزي كذا. فالصراحة يعني أنصح جميع الشباب إنه يزوروا المدينة وهم يشوفوا في نفسهم يعني الشيء ده. وفي الختام يعني ربنا يتقبل مننا والزيارة وندعي لأهالينا طيب كلمة عايز الكلام صراحة يعني. توجه كلمة للرجال التشادية متواجدين في المملكة. معلش بعض الأوضاع أنا عندي تحفظ يعني صراحة. الأوضاع اللي عايشينها حاليا صراحة ما نبغى نفتح الجرح أكثر من كذا. وخلينا ساكتين أحسن يعني. ما هو الجرح مفتوح يعني لسه حتفتح. لا ما يبغى. خلينا احنا في مكان صراحة يعني بغينا في مكان الواحد يكون بينه وبين ربه أحسن يعني. يكون متعلق بربه أحسن. براني بي. نعم. كلمة أخيرة.
كلمة أخيرة ننصح جميع الشباب والناس المقيمين هنا الصوت ارفع صوتك. انهم يزوروا المسجد النبوي الشريف ويشوفوا الروحانية وراحة البال وراحة النفس، ويكتفوا من الدعوة ويحضروا المسجد، يعني يحضروا المسجد النبوي ويشوفوا الروحانية يعني. بس هذه الكلمة الأخيرة عندي.